انا متاكد ان انت مقتنعه بموضوع الرسائل، اللي هو ان انت يظهر لك حاجه معينه، تفتحي كتاب على صفحه معينه على كلمه معينه فيبقى ليها معنى، صح كده؟ مش كل الناس عندها نفس الحكايه دي، بس موضوع الرسائل ممكن تيجي اكتر من انك تفتح كتاب وصفحه. بس اه انا اكيد انا كنت. مقتنعه بالرسائل جدا، لان غالبا الرسائل ما بتبقاش صدفه، ولو انت متصل بمشاعرك وبذاتك وبالكون حواليك اللي ربنا خلقه وبكل حاجه حواليك، او كل حاجه يعني، فانت هتعرف تتعلم كتير قوي لما يكون عندك درجه من درجات الشفافيه اللي نوعا ما هقول بنسبه كافيه. هتبدا تاخد بالك، فانت خلاص اتعودت فبتعرف، مش محتاج حد يقولك حاجه. حتى لو كدبت نفسك وظنيت مره واثنين وثلاثه، في كل مره بتمشي عكس اللي انت استقبلته، بتلاقي تقول ايه، يا ريتني سمعت كلام قلبي، او يا ريتني سمعت كلام نفسي، او يا ريتني صدقت الايه اللي انا شفته في الاول ما طنشتوش. فدي حاجه من الحاجات اللي بتتكرر كتير وبنسب مع بعضنا البعض. في حد بيبقى يصر ان هو يتجاهل الرسائل اللي بتوصل له، فلما يفضل مصر على تجاهل الرسائل، صدقني الرسائل دي بتقف، ما بتجيش تاني. انا لسه كنت هسالك، كنت هقول لك في حد بعت لي سؤال ان هو كان بيجي له رسائل وما بقتش تيجي. يجي لك انت استقبلتها ازاي وعملت بيها ايه. في اكتر من سبب اللي يخلي الرسائل تقف: التجاهل الشديد، العند، الافعال اللي مش حلوه، الاهمال او التباطؤ، انك انت تاذي حد بقول او بفعل. الحاجات دي كلها تقلل من الرسائل. تقريبا عملهم كلهم. اي لا حاجه اكيد. اه. مش كويسه لا بتقلل من استقبالنا للتعاملات. الحكم على الاخر، النوايا، ولا يعلم النوايا الا الله. انا هذا. النوايا، يعني في بعض الناس مثلا تيجي مثلا اللي يبقى عنده مثلا درجة السخرية من الآخر والتنمر شديد، إيذاء مؤذي، ده مش هتلاقيه بيجيله رسائل، ده ما عندوش دم أصلا. ما بي... لا بس ده ما اعتقدش الناس اللي هم بيبقى عندهم القدره يبقوا مؤذيين بكلامهم بشكل واضح كده ومستمر، ان هم في يوم ممكن يفكروا في موضوع الرسائل ده اصلا. مظبوط.